إسرائيل وقفت ضخ الغاز عن مصر بشكل مفاجئ ومن غير سابق إنذار، رغم اتفاقات ورغم التزام واضح مننا. الهدف ضغط اقتصادي في عز الصيف، رسالة واضحة: خليهم يتوتروا، الشعب يتعب والدولة تتراجع. الدنيا كلها بدأت تتكلم، تحليلات دولية أشارت إن في تأثير على الغاز اللي داخل مصر، وتكهنات عن نقص ممكن يلمس المصانع أو يهدد استقرار الكهرباء. لكن الرد ما كانش تهديد ولا شغل شو إعلامي، الرد جاء من فوق. رئيس الوزراء طلع بنفسه وقالها: مش هنخفف أحمال، الصيف هيعدي من غير قطع للكهرباء. الكلام ده ما كانش وعد، ده قرار دولة. ومش بس كده، لما إسرائيل قللت كمان الضخ عن الأردن، مصر مدت ليهم الغاز الكافي لتشغيل محطاتهم ومصانعهم. حاولوا يضغطوا علينا، احنا ما تأثرناش، احنا بقينا سبب في استقرار غيرنا، وده معنى انك تكون اسمك مصر. ما بنتكلمش كتير، بس لما بنتحرك الكل بيسمع، ولما بنقرر القرار بيتنفذ. مصر ما بتتهزش، قرار مش صدفة، دولة بتحسبها. واللي راهن على ضعفنا خسر الرهان. اسرائيل بتوعد المصريين ان الصيف ده في مصر هيكون جحيم، لان هي قطعت الغاز عن مصر. بس طلع الرئيس السيسي وقال لهم عادي اقطعوا براحتكم، انا مخزن غاز عندي. ايه ده؟ ازاي؟ هفهمك. اول حاجه، اسرائيل اول ما بدات الحرب مع ايران قطعت الغاز اللي هو بتلوي دراع مصر، وطلع مسؤولين اسرائيليين بيقول لك احنا بنوعد المصريين ان الصيف ده هيكون جحيم على مصر. وبدا بقى الاعلام يقول لك المصانع في مصر هتتوقف ومصر هترجع تقطع الكهرباء تاني. يقوم طلع رئيس الوزراء المصري امبارح يقول لك بصوا يا شباب، انا باكد ليكم ان الصيف ده مفيش اي قطع للكهرباء. يقوم النتن يتصدم يقول لك ده انت بتتحداني؟ طب احنا هنقطع بقى الغاز عن الاردن لحد ما نشوف مصر دي حكايتها ايه. يقوم الرئيس ومصر النهارده يعلنوا عن امداد الاردن ب 100 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا عشان يشغلوا محطات الكهرباء في الاردن وعشان يشغلوا المصانع هناك. واحد يقول لي ده ازاي يا عم احمد؟ ده احنا اساسا عندنا مشكله ويا دوب هنقضي نفسنا بالعافيه. يقوم هو يروح يبعت للاردن. انا احب اقول لك ان عمو السيسي قعد يقول لهم انا ما عنديش غاز، طلع مخبيه جوه. بص يا ابني انت، هو السياسه مش ان انا افرد كل كروتي مره واحده، السياسه ان انا اخبي كروتي والعب بكارت واخلي اللي قدامي يرمي كل كروته وفي الاخر اقش انا. تحيا مصر. اسرائيل قطعت الغاز على مصر، ومصر بعدت تشتري من 60 ل 80 شحنه غاز من الغاز المسال عشان خاطر تامن احتياجاتها في الصيف اللي جاي والكهرباء ما تقطعش. طب هو ازاي اصلا يا عم احمد اسرائيل تقطع الغاز؟ احب اقول لك ان اسرائيل بتصدر الغاز بس لشركات خاصه. اسرائيل قالت لك احنا هنغلي سعر الغاز 40%، كمان بتقول لك احنا هنقلل 20% من اللي بيبعته لمصر. ليه؟ هو كده عشان خاطر انتوا رفضتوا التهجير والكلام ده. الكلام بقى علني، ما دلوقتي مش بيضغطوا بس سياسيا، ده بيضغطوا اقتصاديا كمان. ولما سالناهم عن السبب قال لك معلش اصل احنا في صيانه. الحكومه المصريه حطت 3 مليار دولار عشان خاطر نشتري شحنات غاز مسال من بره عشان نكفي احتياجاتنا في الصيف، الكهرباء ما تقطعش ولا نلجا لان احنا نخفف احمال. حد يطلع يقول لي يا طب يا عم احمد، هو ال 3 مليار دولار دول مش هياثروا علينا؟ هياثروا علينا، بس انت عامل حسابك والاستثمارات المباشره اللي دخلت لك والوضع الاقتصادي بتاعك بقى كويس عن الاول. في الاول كان بيحصل ازمه، دلوقتي مش هيحصل ازمه، وان شاء الله مهما عملوا ربنا بيعدينا من اي محنه. بس انا عايزك بس تبقى على علم اللي بيحصل حواليك. كل ما تحاول ان انت تفوق وتشتغل هم بيحاولوا يعطلوك باي طريقه. ليه؟ عشان انت بتقول لا. هم عايزين ينفذوا التهجير على حساب دولتك وعلى حساب ان هم يدخلوهم سينا. طول ما انت بتقول لا دايما هيفضلوا يعملوا عليك مؤامرات. تحيا مصر.